السلام عليكم حبايب قلبي، يسعد اوقاتكم. اليوم 9 رمضان. عندنا شوربة عدس، عندنا شوربة هنغارية. عندنا طبعا السلطات المعروفة بشتى انواعها، سلطات مختلفة كثير. عندنا تقريبا حوالي 25 مقبلات مثل ما حكينا فيها. حتلاقوا بعد صوم فاضي هون لأن انا بصور قبل ما تطلع الزباين. طبعا يعني نجي شي كفتة، اطباق الزيت، اكلات زيت بشكل عام. مرور سريع عشان ما يكون الفيديو طويل. هون عندنا المقبلات الساخنة، مقبلات ساخنة مختلفة. عندنا هون بطاطا وجز، طبعا الرز بالشعرية أول شي. عندنا ملوخية دجاج. عندنا داوود باشا كمان آخر آخر جدا. هذا الشفيت ليش فاضي؟ هذا بنحط فيه السمك بانيه هلا إن شاء الله تعالى، لسه ما طلع، هذا بنأخر شوي. عندنا هون البرياني، برياني الدجاج على الطريقة الهندية، لذيذ جدا جدا. ريحته بتطير البهارات الهندية فواحة ولذيذة كثير كثير لمحبين المطبخ الهندي. عندنا هون باستا جراتان. باستا جراتان عبارة عن بني وفطر ودجاج وجبنة على الوجه، لذيذ جدا. هون عندنا الجميد الأردني، جميد الكركي بالسمن العربي، حصرا بالسمن العربي. هون المنسف، طبعا منسف أردني شغلة راقي جدا جدا. أتوقع هذا المنسف يتصدر قائمة أشهى الأكلات الأردنية. طبعا هون المشاوي احنا بنأخرها شوي كمان. عندنا هون الخروف، ما شاء الله تبارك الرحمن، مع رز الأوزي، شيء فاخر جدا. هاي اطلالي على البوفيه بشكل عام، اطلالي على الصالة. هون لسه ما طلعت الزباين، طلع لحن أكل حوالي قبل ما اطلع الزباين ب20 دقيقة. وعندنا هون الحلويات، حلويات مشكلة، الكيك، العوامل، القطايف، المنارين. حلويات مشكلة مختلفة، طيف عصافيري. طبعا الفواكه هون الأم علي، بعد ما طلعت أم علي هون. طبعا هون التمر. هلا بتنزل عصاير هون. خلينا ناخذ نظرة على التراس من برا. هاي المقبلات عم تطلع. طبعا هاي السوالف ما شاء الله. قاعدة رائعة جدا. هون بالليل بيكون في عنا صاج للمحبين الصاج. طبعا صاج قدام شلون. هون في مسابقات يومية. ما شاء الله كان رائع جدا. كيف الله يسعدك. يسعد لي اوقاتك حبيبي. يلا موعدنا بكره ان شاء الله مع بوفيه بكره. السلام عليكم. كان معكم الشيخ عدنان.